مرحبا سنابيين وسنابيات. طبعا اليوم عشان الجو حار قررنا نروح البحر نغير جو. طبعا حوريكم اصحاب السناب اللي بعدها. مرحبا سنابيين وسنابيات. طبعا يا خلي الناس يشوفوكم. طبعا اعرفكم باصحابي، هذا فهد وهذا سمير. طبعا اعرفكم باصحابي. ايش بكم كذا يا عيال شايفين نفسكم على سناب؟ عيش حياتك انبسط ارفع زي ما تبغى. ايش بكم انت الحين انت شيء لازم تصوره؟ يا الله منك. ايوه طبعا لازم كل شيء اصوره. عندي معجبين ومعجبات من جميع الدول يبغوا يعرفوا اخباري. من جميع الدول مرة واحدة؟ طبعا. واسعة صح؟ واسعة بقوة ولا تتلم. يعني شوف هي مو من جميع الدول بس من السعودية. المهم انه عندي معجبين ومعجبات. اقول يا ابو المعجبين فين تبغى تودينا؟ قلت لي المشكلة انه اليوم زي امس وامس زي بكرة وبكرة زي بعده ونبغى نغير من هذا الروتين الممل. فشنا. انت القايد حقنا، يعني انت تخطط واحنا ننفذ. قلتها انا القايد. ايش رايكم لو نستأجر استراحة؟ يا فرحتك، والاستراحة ما يبغى لها فلوس؟ هذا هو مربط الفرس، وزي ما انت شايف ما في اطفر مننا، حتى حق البنزين لازم نتكس عشان نجيبه. المشكلة كمان ابويا ما شاء الله ما يرفض لي طلب، لو قلت له اي شيء يلبي لي اياه، بس الاستراحة يبغى لها تكاليف ومصاريف. اجل خلينا في البحر احسن لنا. لقيتها. هو في حاجة ضايعة؟ ايش اللي لقيتها؟ لقيت الحل اللي راح يغير حياتنا كلها. اطربنا فيه وسمعني يا شيخ. انتوا بس نفذوا اللي اقول لكم عليه وسيبوا الباقي علي. انت الزعيم حقنا، يعني احنا من يدك دي ليدك دي. هو ده انا ابغاكم دائما كده، خلونا متفقين من البداية. يا سلام. الله عليك. أبويا إيش قلت؟ سبق وتكلمنا في هذا الموضوع، يعني لا تعيدي ولا تزيدي، وسهر برا البيت ما في. بس يا أبويا هذا زواج صاحبتي. لو إيش يكون؟ طب أوعدك الساعة 12 أكون في البيت. قلت لا يعني لا، فهمتي ولا عيد؟ ولا تنرفزيني. خلاص يا ابويا لا تزعل نفسك، اكيد ريماسة عارفة وفاهمة. لو فاهمة تسكت ما تعيد الكلام. والله هو هذا اللي باقي، هذا اللي ناقص، تبي تسهروا برا. احمدوا ربكم اني خليتكم تشتغلوا ولا مكانكم في البيت. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ما شاء الله اشوفك متشيك، ايش عندك؟ يكون ناوي تتزوج من ورانا. من جدك يا سلطان؟ تبي تتزوج ما تقول لي؟ لو بتزوج ما في شيء يمنعني، بس الامور التافهه هذه ما هي في بالي دحين. انا افكر في شيء افضل، شيء على مستوى. يعني انا اشوف انه ما في هم من دراستك. بلا دراسه بلا هم، يعني الدراسه حتاكل عيش، ومين في اصلا دحين يفكر بالدراسه؟ والله يا ولدي انا ماني عارف ايش اقول لك. هذا شيء انت ادرى به، واللي تشوفه مناسب سويه. كيف يعني يا ابوي اللي يشوفه مناسب يسويه؟ سلطان لسه صغير وما يعرف مصلحته في الدراسة وبس. يعني انت ما تستحي ما تخجلي؟ مو عيب عليكي؟ اخوك سلطان يعرف مستقبله احسن منك، وبعدين انتم مستقبلكم في بيت رجالكم، وبعدين الفلسفة حقت شياكة اخوك سلطان احسن منك مليون مرة، من زينكم ومن عدالتكم. ايوه صح يا ابويا، ولا حرام الواحد يتشيك يعني؟ لو من واحد غيرك مو حرام، بس انت الحرام نفسه. بصراحة كده انا عمري ما شفتك متشيك. لا حرام عليكي في الاعياد والمناسبات. خلاص راح اقول لكم ليش متشيك، بس عشان ابعد عنكم الظنون السيئة. اليوم في حملة تطوعية وانا مشترك فيها. حملة تطوعية؟ ومين اللي جاب لك هذه الحملة التطوعية؟ سمير وفهد اصحابي. سمير وفهد؟ دحين عرفنا السبب. يلا باي. اهلا. ما يصير كده كل يوم تاخير.
نامي بدري عشان تصحي بدري. ومين قال لك بس اني انا ما بنام بدري؟ المديرة سألت عنك كم مرة. الله يستر. انتي تعرفي انا ما ينفع اخذ الحصه الاولى، دحين ايش اسوي عشان ما جيت الحصه الاولى؟ ما عليكي، أنا تصرفت. كيف يعني؟ انت عارفة المديرة الجديدة لا تبغى دلع ولا تبغى أعذار. أخذت الحصة الأولى بدالك وكملي انت باقي الحصص. ها ايش رايك؟ طبعا موافقه، من جد ماني عارفه كيف اشكرك. لا تشكريني ولا أي حاجة، أنا ما عندي استعداد أخسرك لما يفصلوكي ولا ينقلوكي مدرسة تانية. هذا الشيء اللي ما اقدر اوعدك فيه بصراحه. ليش إن شاء الله؟ ابويا بعد التقاعد صار يجلس في البيت ولا يروح القهوه. ما في حل غير انه نجيب سواق بيني وبين اختي، وهذا الشيء مستحيل ابويا يوافق عليه. بصراحة في حالتكم هذه ما في إلا حل واحد. اسعفيني فيه. أخوك سلطان وهو رايح المدرسة يوديكم، هو راجع يرجعكم. ما لقيتي الا سلطان، هو اصلا بيروح المدرسه طول اليوم وهو نايم، واذا صحي خرج وما رجع الا اخر اليوم. انت كده عقدتيها، يعني أخوك سلطان كده لا شغلة ولا مشغلة؟ انت ما تعرفي سلطان لسه، مستحيل يوافق على اي طلب من طلباتنا، وكمان تبيه يودينا ويجيبنا كل يوم. انت كده على بالك عقدتيها، يعني فاضي احسن، لا شغله ولا مشغله. المشكله انه السواقين مواعيدهم على كيفهم، هذا خامس سواق نغيره هذا الشهر. حيرتيني معاكي. خلونا نصور للناس سنابه بس نقول لهم احنا فين. المهم حبايبي السنابيين، احنا اليوم موجودين في المنطقة التاريخية. المنطقة التاريخية هذه فيها اسرار ابائنا واجدادنا. الصورة الثانية. طبعا اليوم برضو حوريكم اهم المناطق الموجودة في المنطقة التاريخية. والله لو كنت داري انكم انتم جايبين هنا ما كان جيت معاكم. يا حبيبي هنا التراث والأصالة، ايش عرفك انت من يوم ما اتولدت عمرك جيت الاماكن الحلوة دي؟ ما جيت ولا ابغى اجي، وبعدين الاصالة ما هي هنا. اجل وين؟ الاصالة في البحر، في المولات. البنات دول معانا في الحملة؟ اكيد معانا يا حبيبي. والله انه خطير، هذه هي الحملات. خطير؟ ما حد عارفك غيري وفاهمك، انا عارف ليش تقول خطير. طيب لف ودور، مو كذا تقول لي اياها في الوجه على طول كذا. يا حبيبي انا كل اسبوع راح اشاركك في حمله زي كذا. اقول لك قوم خلينا نخش في الحملة، قوم. انت سألته في اي حملة تطوعية بيشترك فيها؟ يا عمي مو مهم، اهم شيء انه هو يسوي حمله فيها فعل خير. ايوه يا احمد، انت عارف هذه الحملات التطوعية ترى بيطلعوا فيها مو عشان حملات تطوعية ويساعدوا فيها، كله عشان يشتهروا فيها ويطلعوا صورهم وعشان يشوفوا البنات. انا ما بصراحه انا ماني عارف انت ايش بتوصل له وايش بتقصد. أحمد. حبيبي اسمعني، هدول العيال اللي انت بتتكلم عنهم هدول عيال خربانين. يعني يا حبيبي باختصار شديد، اي حاجه حلوه ومفيده يقوموا يلعبوا فيها، بدل ما ان هم يساعدوا باخلاص يقوموا يساعدوا بحركات، وبعدين ولد سلطان سلامته منهم. احمد اول شيء بقول لك على حاجه، انت تعرف هذه الحمله التطوعيه تتقسم لقسمين، شباب فعلا يبغى يسوي الحمله التطوعيه عشان فعلا يبغى يساعد، وفي منهم لا والله كله عشان يشتهر، يطلع نفسه في السناب سات ويطلع في انستغرام ويطلع في تويتر، وبعدين طالع لي انت سلطان. طب ما انت اصلا عارف سلطان غلطان ومو طالع عشان شيء، طالع كله عشان يبغى يصور نفسه ويشتهر. انا ماني عارف انت يعني متحامل على الولد كده ليه، ماني عارف. ايش بك؟ طيب ايش فيك؟ من كلامك يا حسام، يعني انا تعبان وجعان تقوم تزيدني تعب. خلاص خلينا اسوق انا واوصلك البيت احسن.
انا ضد ده الشيء. بس انا ماني معاك يا فوز، كل واحد حر في سنابه وينشر زي ما يبغى. كيف يعني ينشر زي ما يبغى؟ يعني يصور سنابات قليل كثير، ان شاء الله ما يصور بالمره. ايش دخلك انت؟ يا تتابعي يا تلغي المتابعه. يعني انت الوحده ما تعرف تتكلم معاكي في موضوع. يا حبيبتي يا فوز، كل شيء دحين صار سهل، وكل شيء موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بضغطة زر يا تضيفي يا تلغي، وكمان تقدري تسوي حظر، وانتهى الموضوع. اما انت يا ريم اسمع اخلص معاكي، بدل ما انا اعلمك انت تعلميني. ايش بكتر امزح معاكي. شوفي ايش وجهة نظري، وجهة نظري ان صاحب كل سناب مسؤول عن السناب حقه ايش بينزل فيه، لان في اطفال ومراهقين قاعدين يتابعوه، ممكن يتاثروا فيه ويقلدوه كمان. ايوه بس مو كل الناس سوا، كل واحد له عقلية تختلف عن الثاني. انا ماني معترضة عن كل السنابات، واعرف ان في سنابات حلوة، واعرف ان في سنابات تافهة وايش؟ تعالي شوفي اخوكي سلطان ايش مصور في السناب. ايش فيه؟ الحين احنا خلصنا الحملة التطوعية، وزي ما انتم شايفين كيف انا احب هذه الحملات، وكمان احب اني اتصدق زي ما انتم شايفين. والله من جد هذا الولد مجنون، حتى الصدقة جالس يوري الناس انه قاعد يتصدق. سلطان وغيره كثير ما يتصدقوا عشان ربنا، يتصدقوا عشان الناس يقولوا فلان سوى وفلان سوى، يعني عشان الشهرة مش عشان هدف تطوعي. هلا مالك. يا الله يا الله. هلا مالك هلا مالك. طريق هلا مالك هلا مالك. خير يا عمي حسام، ابوي ايش بو؟ ما في دلافه، تعب بسيط بس يا بنتي. هيا ريح بارك، هيا ريح بارك الله يخليك. ريح ارتاح يا احمد ارتاح الله يهديك. انت تفكر في ايش؟ ما هي محتاجه، اهم شيء صحتك يا احمد الله يخليك. هيا انا اسيبك، حروح بكره اجيك ان شاء الله. طب اتعشى معنا. معلش حبيبي، مره ثانيه ان شاء الله اجيك بتعشى معك. طيب الله يستر عليك. قدامك العافيه ان شاء الله. بسم الله عليك يا ابويا، خليني اشوف ضغطك. لا تسوي دكتور عليا. الله يخليك يا ابويا، خليها تكشف عليك بس عشان نطمن. لو ما بقي دكتورة في العالم اللي هي، روح انقلع من قدامي. ليه كده يا ابويا؟ ليه؟ ايش هو اللي ليه؟ ليش بتعاملنا كده؟ ايش سوينا لك نحن؟ لا وكمان جالس ادعي ليل نهار انكم تتجوز عشان انفك منكم. سلطان فين؟ سلطان برا مع اصحابه، ما راح يجي الحين. طب يلا انقلعوا. يلا. والله جيت في وقتك. خير ايش فيه؟ ابوك تعبان. ابوي تعبان يصير بعدين انا ماني فاضي، شوف الشباب استنوني. ايش اللي انت ما انت فاضي؟ يعني الشباب افضل من ابوك ولا ايش؟ اقول لك انا دحين ماني فاضي، بعدين ابوي تعبان مريض، في بنته الدكتوره خليها تكشف عليه. ابوك محتاجك يا ابني، افهم الكلام. يعني تبغاني اعطل اشغالي واجلس جنبه؟ بعدين على فكره ترى اللي بقد وخلاص شبه موت. استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. احد يقول على ابوك كذا انت مجنون؟ يا حبيبي هذه الحقيقه، وانتوا ليه تزعلوا من الحقيقه؟ انت ما تستاهل وجهك يا ولد ولا ايه؟ تقول لي موت ما موت؟ قول الله يطول في عمر ابويا. اسمع انا بطلت ماني جاي اخذ شيء من البيت. اخيرا نام. طب الحمد لله. بس على فكرة الوجع ده مو أول مرة يجي. عارفة وساكتة؟ أنت مو تقدري بالله تعرفي إيش سبب الوجع ده؟ بالله عليكي كيف اعرف؟ هو ما يخليني اقرب منه ولا افحصه، كاني مو بنته وفيها جرب. بس تقدري تعرفي. بالله عليكي كيف اعرف؟ دحين أنت بالله عليك الدكتورة ولا أنا؟ يعني على حسب التشخيص المبدئي ممكن عنده مشكلة في الكلية، لكن أنا ما أقدر أأكد هذا الشيء إلا بعد فحوصات وأشعة لازم يسويها في المستشفى. طب يروح، إيش اللي يمنع؟ يعني ما تعرفي أبوكي راسه مرة ناشف ما يسمع كلام أحد فينا. ليش؟ نفسي أعرف ليش. أنا رح أقول لك ليش. ستي الله يرحمها زرعت في راس أبويا إنه البنات ما منهم فايدة، وإن الولد هو اللي حيشيل اسمك، هو سندك في الحياة، وده الكلام الكثير. بس أنت في سبب تاني. سبب تاني؟ كل يعرف قديش أبويا كان يحب أمي، بسبب طلاقه من خالتي أم سلطان عشان قالت له نزل صورة أمي من غرفة النوم. طيب هذا الكلام كله حلو، بس أنا إيش دخلني في ده كله؟ يعني إيش سويت له؟ أنا بنته. صح أنا بنته وأنت بنته،
بس أبويا يعتقد أن أنت السبب الرئيسي في موت أمي الله يرحمها. أنا؟ أيوة يا ريماس، لا تنسي أن أمي ماتت وهي تولدك. أيوة بس الأعمار بيد الله. أنا معاكي بدا الشيء، بس أبويا وشحن ستي الله يرحمها خلته يغير دا الاعتقاد. دحين عرفت ليش يكرهني. لا تقولي كده، ما في أبو يكره بناته. أنت ما أنت شايفة كيف يعاملنا؟ كأننا قاتلين له أحد. يا بنت أدبي لما تتكلمي على أبوكي. بعدين مو ده موضوعنا أصلا. أجل إيش هو موضوعنا؟ موضوعنا كيف نقدر نقنعه يروح معانا المستشفى. أنسي الفكرة، لا حيقتنع لا منك ولا مني. بس ممكن إيش؟ ممكن سلطان يقدر يقنعه. صح، معاكي حق. خليني أكلم سلطان يسيب كل شيء في يده ويجي. إيش بك تضحكي؟ يعني بالله سلطان حيسيب كل اللي في يده عشان أنا ويجي؟ ليه ما تعرفي سلطان أنت ولا إيش؟ عرفته، بس برضه هذا أبوه أكيد رح يجي. والله ضحكتيني. زي ما قلت لكم، أختك زي أمك، والواحد ما له غير أخته. أشوف ناس كثير بتعامل أخواتها معاملة سيئة. يا الله سنابك أرسل دي. أنتكم ما لا تزعجوني، خلوني أرسل سناب يا عيال. لا تكذب طيب. المهم زي ما قلت لكم، وأشوف ناس كثير بتعامل أخواتها معاملة خطأ، وهذا شيء جدا خطأ. يا الله، يعني برسل حبكة القلق دي تتصل. مين هي دي القلق؟ في غيرها، أختي الكبيرة قلق 2. ومين قلق 1؟ أبويا طبعا، وقلق 3 أختي الصغيرة. المهم يا عيال خليني أرد بس. ألو، خير إيش فيك؟ وأنت إيش دخلك فيها؟ قال لي عم حسام، يعني مثلا تبيني أجي إيش أديله الرضع حقه؟ خلاص هو كبير ويعرف مصلحته. طيب خلاص اوكي، انا اشوف وديك خبر. يلا خلاص اسمع، لا تشتغلي، انا مع اصحابي. يلا باي. اهلا. خير يا اخي، اختي دي القلق يا رجال، ابويا في المستشفى وتعال شيله وتعال، فضيله ومنى. المهم ايه؟ دقيقة بلا مهم بلا المزة يا عيال. عجيب. الو، هلا حبيبي، هلا يا قلبي، وافضل عيونك. كيف ما افضل؟ ابحر. وليه ابحر؟ سلامتها. خلاص اوكي، مسافة السكة واكون عندك. يلا باي. يا احمد، يعني اللي في راسك. طيب احنا خلينا نروح المستشفى نطمن عليك. يا حسام انا ما في شيء، شويه تعب وراح، ولو صبرت عليه شويه كان جيتك القهوه. تجيني القهوه كيف؟ انا جيتك هنا بسرعه عشان ما تجيني القهوه. ليش ما تبان اجي؟ ما تجلس وترتاح، الله يهديك، اجلس عند عيالك، ريح نفسك. يعني اقل حاجه قلنا مشغول في الشغل وماشي، لكن كمان متقاعد وتبغى تجي الشغل؟ يا حسام انا ما احب جلسه البيت وانت عارف، وبعدين اجلس مع مين؟ سلطان دائما مع اصحابه. وبناتك نسيتهم ولا ايش؟ فكني منهم، وكل واحده في شغلها، واصلا انا ما احب اجلس معاهم. احمد صدقني لو اتصلت عليهم كلهم حيجوك، بناتك يحبوك. ما يحبني الا سلطان. سلطان حلقتنا بسلطان، فينه؟ مو عارف انك مريض؟ مسكين ما يعرف. انا قايل له تقول لي ما يعرف. ايه بس هو برضه ما بيقصر معايا، كل شويه يتصل علي يطمن، وكم مره يترجاني عشان يوديني المستشفى وانا ارفض. هو كمان مشغول ما هو فاضي. احمد تضحك علي انت ولا على نفسك؟ صدقني يا احمد حيجي اليوم اللي حتندم فيه، حتشوف يا احمد. ادخل. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام دكتورة فوز، اهلا. الدكتورة سهام بلغتني انك تبغاني. تفضل استريح. اعتقد يا دكتورة فوز سمعتي عن المؤتمر اللي هيعقد اخر الشهر. اكيد، كل الجرائد والمجلات الطبية تكلمت عنه. مجلس إدارة المستشفى رشحك عشان تمثل المستشفى في هذا المؤتمر. انا اشكركم على الثقة الكبيرة، بس اتمنى انكم تعفوني. امبوسيبل. ليش يا بنتي؟ اي دكتور يتمنى يحضر هذا المؤتمر، وانا بصراحة رشحتك وزكيتك عند مجلس الإدارة. كلامك ده يا دكتور وسام على صدري وافتخر فيه، لكن انا عندي ظروف تمنعني. تكلم يا بنتي، اعتبريني زي والدك.
قولي لي ايش فيه؟ انا بصراحه ما ابغى الفرصه دي تضيع من يدك. لا هذه الفرصة ولا غيرها. أبويا ما يخليني أسافر لوحدي. بس انت في مهمه عمل يا بنتي. حتى لو ده الشيء أنا عارفة إن أبويا مستحيل يوافق. طيب تحبي انا اكلم الوالد واقنعه؟ يا ريت ده الشيء ينفع. أنا أبويا عارفته. والحين يا دكتور تسمحي عشان أروح أجهز العملية؟ تفضل يا بنتي. الله معك. ألف مبروك ألف مبروك. أول ما قال لي الدكتور أيمن مرة فرحت، ما كنت أبغى أمشي قبل ما أبارك لك. أول ما الدكتور أيمن قال لي طرت من الفرح، قلت الدكتورة فوز هي اللي حتمثل المستشفى أحسن تمثيل. وتمشي يا عم وحركات. بعدين هذا مؤتمر ترى أعظم مؤتمر يحضروه من جميع أنحاء العالم. خير، ماني شايفتك فرحانة؟ لأني بكل بساطة رفضت. رفضتي؟ انت مجنونة؟ فوز كيف تضيع فرصة زي هذه من يدك؟ انت عارفة ايش معنى هذا؟ عارفة إنه مؤتمر طبي كبير فيه دكاترة مرة مهمين وممكن يساعدوني في رسالة الدكتوراه حقتي. كويس انك عارفة هذا كله. طيب ايوه، وعارفة إن أبويا ما راح يخليني أسافر لوحدي. وليش؟ مو معقولة أنا أقول لك كل شيء أنت الحين تسأليني ليه؟ لازم تكوني أنت عارفة أصلاً. فوز بس هذا مستقبلك ولازم تحاربي عشانه. ايوه عارفه انه مستقبلي، بس انا مو قادره اسوي شيء. لو عاندته حيقعدني في البيت وما حيخليني اشتغل ولا اي شيء. ما انا عارفه ايش اقول لك. لا تقولي ولا شيء، لا تقولي ولا شيء. من جد كده صعب يفهموا. ما في شيء صعب. لا فيها حلوه. لما الفصل فيه 45 طالبه، بالله عليكي كيف نقدر نفهمهم؟ انت كده بدأتي تدخلي في العميق وانا ما اعرف اسبح في العميق. عشان كده المديره شايفه نفسها علينا، لو كنا نعرف ما كانت تتصرف معانا كده. دحين ايش دخل المديره؟ ولا انت اي حاجه بس تبي تدخلي المديره فيها؟ كيف يعني ما لها دخل؟ مو هي مديره المدرسه، يعني مسؤوله عن كل صغيره وكبيره هنا. بس في اشياء ما نقدر نتخطاها. والساكت عن الحق شيطان اخرس. اي حق هنا يا بنتي. لازم يكون لمديرتنا ردة فعل. يعني بالله لما الفصل يكون فيه 45 طالبة كيف نقدر نفهمهم؟ أعطينا اقتراحك يا أستاذة ريماس. المفروض يعني الفصل يكون فيه 30 ويفضل كمان لو يكونوا 25. يا سلام عليكي، يعني نطرد باقي الطلاب هذا حل؟ لا يا حبيبتي مو نطردهم، بس نفتح فصول جديدة. يا حبيبتي احنا قادرين على اللي عندنا، تبغي الجدول يطول وتبغي تغيري كل شيء؟ ممكن نجيب معلمات وكده حنفتح فرص عمل جديدة. ترى التغيير حلو لما يكون للأفضل. برضو مو راضي تقول انت تضاربت مع مين؟ يا الله منك ومن لقافتك يا فوز. أنا غلطان، طلبت مساعدتك أصلا. قول ايش اللي صار؟ أنا أقول لك، أنا رحت على أساس إنها حملة تطوعية، بس طلعوا كلهم رجال واستغربت إنه ما في ولا بنت، قلت ممكن يجوا على الحملة هناك. وبعدين؟ صار الشيء اللي ما كنت متوقع إنه يصير، ولا في حياتي توقعته أصلا. ايش اللي صار؟ خلوني أحمل كراتين. تحمل كراتين؟ ليه؟ أنا طلعت الباص على أساس إنها حملة تطوعية، طلعوا كلهم عمال وخلوني أحمل كراتين معاهم، وآخر شيء وأنا ماشي طاحت الكراتين كلها فوقي. إن شاء الله تعلمت من اللي صار لك. أكيد تعلمت، وتعلمت أشياء كثير، أشياء تدرس جامعات أوروبا. أوروبا؟ صدق أنا الغبية اللي جيت أساعدك؟ أنا الحق علي. ايش تبغاني اقول لك يا احمد؟ انا شايف ان المشي مره مفيد لك. ليه شايفني عجزت ولا كبرت عشان تقول لي مفيد لك؟ انا الحمد لله يا حبيبي لسه بصحتي. طب يا احمد ليش معصب انت كده؟ هدي اعصابك. ايش رايك؟ عندي فكره، نروح المستشفى نسوي شويه فحوصات وما حنتاخر. حتعيد وتزيد في نفس الكلام، انا ما فيا الا كل خير وكل عافيه، وبعدين انا تعبت وابى اجلس شويه يا اخي. حاضر نجلس شويه وبعدين نكمل المشي.
شويه بس. حاضر شويه. انت بتجنني. ما عليه يا احمد، حملنا. الحين قول لي انت ايش ناوي تسوي؟ من يوم ما تقاعدنا واحس دورنا في الحياه انتهى. يا احمد ما الحياه كده، في ناس بتروح وناس تجي. يا اخي انا عارف، بس احس انه انا عندي قدره اني اعطي. ايه بس يا احمد النظام كده الله يسلمك. خلاص قفل الموضوع وليتني ما سالتك. طب انت هدي اعصابك، ايش رايك؟ عندي فكره. نطلع على مطعم كده شويه سمك من اللي يعجبه قلبك، ولا نروح البنقله ونشتري سمك ونسويه في البيت. صدق لي كم يوم مشتهي سمك، بس اسمع اذا تبى سمك صح يا دهبان يا تول، اما تقول لي نروح بنقله وناخذ سمك ونعدم البيت بريحه القلي مره ما ينفع. ولا يهمك، بس هذا اللي تبغاه تؤمر امر اخوي انت احمد. بس انا اسالك عني، ليش كده مسوي في نفسك كده انت؟ حسام ما عاد صرت اتحمل اي شيء بصراحه. يا احمد والله غلط اللي بتسويه. خلاص غلط، ايش تبغاني اسوي؟ بعدين انت جايبني هنا عشان انبسط ولا تنكد علي؟ يعني امشي احسن؟ يا ابويا هدي نفسك الله يهديك. ايش الله يهديني انا؟ الله يهديك انت. يا احمد صراحة هذا الشيء اسمه تخلف. وانت كل حاجة عندك اسمها تخلف ومعترضة ومو عاجبك شيء؟ أنا حرة بصراحة. مين قال لك ان انت حرة؟ يا حبيبتي انا ما في حيل اقعد اتناحل معاك على كل صغيرة وكبيرة. انت ليه ما تسمعي كلامي لو لمرة واحدة وتريحيني؟ ولا خلاص يعني انك اكبر مني لازم تكوني فاهمة اكثر مني؟ يا حبيبتي انا ما بسوي نفسي اني فاهمة واعرف منك واكسر كلامك، لا هي مسألة مبدأ عندي وخلاص. بس انت يا فوز صرتي مرة صعبة بصراحة، ما تتنازلي واللي في راسك لازم تسويه. يا حبيبتي ما في شيء في الحياة هذه كلها يستاهل اني اتنازل عن مبدأ من مبادئ عشانه. يا دي مبادئك اللي طفشتيني وجننتيني فيها. يا ريتك تسكتي خلاص وما تفتحي معاي مواضيع تضايقني، ترى خلاص انا ما لي حيل اقعد اتناحل معاكي وتعيدي وتزيدي بنفس المواضيع وبعدين تزعلي مني. عادي، تعودت عليكي دائما بتزعلي. يا ليتك كمان تبطلي تفتحي معاي مواضيع تضايقني. طيب خلينا في موضوع المهم، ليه رفضتي تروحي المؤتمر؟ برضو ابويا عرفته اكثر مني. طب وليه ما حاولتي تقنعي ابويا يعني؟ من جدك اي محاولة هذه؟ ابويا كل محاولة انا معاه بقت بالفشل. طب اسمعي، ايش رايك لو تكلمي عمو حسام؟ يمكن يقدر يقنعه ولا يغير رايه في شيء، ما حد داري. ايش يبغى الرجال يقول علينا؟ اللي يسمعك يقول يعني عمو حسام ما يدري عننا شيء. عمي حسام عارف كل صغيره وكبيره في البيت، ما في شيء ما يعرفه، طول اليوم هو مع ابويا ما يسيبه ابدا. تعرفي ابويا ايش ممكن يسوي؟ عارفه، بس تقدري تقولي له يجيبها بطريقه غير مباشره وهو حيعرف يتصرف. لا لا لا، ابويا الحين تعبان وسلامته عندي في الدنيا، ما ابغى اقول له شيء ينكد علي. انت دائما كذا ما تسمعي الكلام. اي كلام انت كمان الله يصلحك. دحين صار لك كم يوم معشمنا وما صار شيء، فين الاستراحة اللي قلت عليها؟ ولما قلنا لك طفرانين قلت لا تشيلوا هم الفلوس وكل شيء ميسر، وللحين ما شفنا منك شيء. كنت استنى الطبخة تستوي. واستوت؟ شكلها انحرقت. لا يا حبيبي، أول عملية لنا راح نسرق محل جوالات. اوف، تبغانا نطلع حرامية؟ نطلع حرامية ولا عيشتنا كده طفرانين عجبتكم؟ صح كلامك، بس السرقة يبغى لها خبرة، وبعدين تبغانا آخر الليل نسرق ونكسر محلات، مرة أنا شايفها صعبة. ومين قالك راح نسرق بنص الليل؟ أجل متى تبغانا نسرق؟ في نص النهار؟ طبعا في نص النهار والمحلات مفتوحة وصاحب المحل موجود. أجل كيف تبغانا نسرق المحل وصاحب المحل موجود؟ فهمني كيف. وبعدين تجيبها يمين تجيبها يسار يطلع الناتج السجن. حتى لو جبتها في النص برضو سجن، ما في غير كده. شكلك تبغى تودينا السجن على طول. لا يا حبيبي، تبغى تخش السجن روح لوحدك، احنا مو معاك. ولا تبغى تصور نفسك هناك وتقول قصة دخولك السجن؟ شيلوا النظارة السوداء من عيونكم، بعدين من جاب سيرة السجن دحين؟ طيب يا ابو الافكار، قول لنا ايش هي خطتك وايش فكرتك
وكيف راح نسرق المحل وصاحب المحل موجود؟ انتوا بس نفذوا اللي اقول لكم عليه بالحرف الواحد. انت تفصل واحنا نلبس يا زعيم. انت معلم وحنا منك نتعلم. حبيب قلبي، بكره القاكم عند اقرب محل جوالات قريب مننا. تمام. ونسطوا عليه ونسرق كل الجوالات الموجوده عنده. خلاص حلوين. وانت سمير لا وصيك، انت اللي حتدخلها وتحفظ وانا حلهي. بصراحة ماني مصدقة انك قدرتي تخرجي برا البيت اليوم وتسهري. مو سهر يعني، جلسة كده للساعة 10. 10 دحين الساعة 10. اي والله من جد. انت عارفة انا استغليت انه ابويا معزوم على زواج وقلت خليني اطلع، لو رجع وما لقاني حقلب الدنيا على راسي. كويس انك خرجتي وغيرتي جو اليوم. انا تأخرت، خليني امشي بكرة اشوفك في المدرسة. خليكي لسه بدري. خلاص ما اقدر. يلا باي. سلطان يلا قوم، كفايه نوم. منك سيبنا انام يا اخي. خلاص من النوم الزياده هذا وانتبه دراستك. خير، صحيني من بدري ليش؟ سلطان عندك مدرسه. ما في مدرسة اليوم، ذكرى ميلاد المدير ودانا إجازة. إجازة على كيفه؟ وخير يا طير يعني ذكرى ميلاده. سيبني أنام ولما نصحى أروح المدرسة، أبشر. يعني يا سلطان أنا إيش أبغى منك؟ أنا أبغى مصلحتك. يا أبويا مصلحتي أنا عارفها، بعدين جيل الزمن ده ما يحتاج أحد يقول له مصلحته، خليك في جيلك القديم. طيب يا ولدي، إذا أنت ما تبغى الدراسة لا تغصب نفسك عليها، طيب شوف لك شغل. يا أبويا بلا دراسة بلا هم، أصحاب الشهادات ما هم لاقين وظائف. وبعدين على الأقل واحد سألني أقول له إنه لسه طالب. في هذه كلامك صح، بس إيش حتسوي؟ عشان كده يا أبويا أنا متعمد أرسب وأخذ السنة بسنتين، ولدك الذكي مستحيل يرسب. تسمح لي أنام دحين؟ نام يا ولدي نوم العافي، الله يكتب لك اللي في الخير بس. بس صرت أقوى بعد ما تابعت قائد جيش محاربي السرطان وتعلمت منه أي شيء صعب نواجهه بابتسامة. دكتورة فوز، أنا جاي عشان أعتذر لك وأشكرك كمان. تعتذر لي ليه وتشكرني ليه؟ طيب أعتذر لك إنه صراحة ما توقعت أبداً إنك تقدر راح تسوي هذه العملية، وراح تحط المستشفى في موقف لا نحسد عليه. ما له داعي الاعتذار. لا، وأشكرك إنه صراحة طلعت قدها وقدود، ما توقعت أبداً كده، ما شاء الله تبارك الله. شكر لله ثم نصايحك. بعدين لا تنسى انك لو اصريت على موقفك وما رضيت تتنازل عن الحاله ما كنت سويت العمليه. يعني المفروض انا اللي اشكرك. لا يعطيك ألف عافية. دكتورة ساموس، ممكن كلمتين بعد إذنك؟ اكيد طبعا. يعطيك العافية يا دكتور. الدكتور ماجد يبغى يوصل لك شيء بس مستحي. دكتور ماجد يستحي؟ غريبة، وإيش يبغى؟ يبغى يعزمك على العشاء بمناسبة نجاح العملية. لا تردي؟ قد رديت، عارف انك رافضة، بس قال لي ينفع اجي معاكم. اظن كذا ما فيها شيء. انت صار لحق شيء؟ تبغيني اقبل عزومة من الدكتور ماجد هو معروف اكبر غزلنجي؟ فوز، خلينا نطلع نغير جو من الدوام، والرجال حيكون مؤدب معانا، واذا صار شيء ما ناسبنا سبنا له المكان. قلت لك لا يعني لا، وده الموضوع لا تفتحي معايا ابدا. هذا اخر كلام؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك لو سمحت، تفضل. عندي مشكلة في الجوال. ايش المشكلة فيه؟ بيعلق كثير وأي أحد بيتصل يديله مشغول، ما أدري ايش المشكلة. طيب خلينا نشوف لكم. لا مشكلة بسيطة إن شاء الله. إن شاء الله. لها فترة المشكلة دي ولا؟ والله تقدر تقول ممكن أسبوع كذا أو أكثر يعني. وغالبا يكون سوفت وير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت في جوالات مستخدمة؟
في اجهزه، في شيء في بالك انت؟ بس انا اخلص الاستاذ وافضلك على طول. طيب ممكن توريني هذه؟ خلص. ايش الجهاز اللي تبغى تشوفه؟ وريني اياهم كلهم وخلص. حطول لو سمحت؟ لا بس ثواني. طيب انا قبل ما اخلص الاستاذ شوف الجهاز اللي يناسبك وحرايك فيه. تسلم. ولا خلص. وريني هذا كمان. هذا؟ ايوه. طيب واللي جنبه. ما شاء الله انت خرجت الاجهزه كلها. والله ان شاء الله يعطينا نصيب فيهم. طيب يا عمي ولا ماشي يا عسل خلاص. تمام؟ ايوه حبيبي. هذا كم سعره؟ شوف شيك هذا كم سعره؟ هذا ب 1200. نقول ان شاء الله سعر كويس. كم حسابك؟ 50 حبيبي. ولا يهمك انت شيك عليه، اذا في مشكله ارجع لي. اكيد تفضل. بسم الله. سالي ايش بك سالي؟ سالي قوم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قوم لا حول ولا قوة. ايش بك يا شيخ؟ يا شيخ جوني شباب بيشتروا اجهزه هنا وصيانه عندهم. قوم طيب قوم. بخوا حاجه على وشي. لا حول، حسبي الله عليهم بس. قوم خلينا نشوف ايش لك. الاجهزه كلها ما في راحت. لا حول ولا قوة الا بالله. فك الدرجه دي. حتى الفلوس الحق يا عمي. قوم الحق. روح لك من هنا لهنا. ايش الذكاء هذا؟ الله ينور يا زعيم. لسه انتم ما شفتوا شيء، حغير حياتكم كلها. لسه عندي افكار وحيل كثير. وحنا معاك يا معلم على طول الخط. بس هذه الاشياء ايش راح نسوي فيها؟ اكيد هنبيعها ونقسم فلوسها علينا بالتساوي. نقسم ايش؟ نقسم فلوس هذه. لا يا حبيبي، من اليوم ورايح فلوس اي عمليه 50% ليا و50% لكم انتوا الاثنين مقسمه بالتساوي. وليش انت النص؟ مو انا اللي بخطط، اللي مو عاجبه يروح. مين قال لك مو عاجبنا؟ انا معاك. وانا معاك، واللي تعطيني اياه راضي فيه. كده احنا متفقين. احنا دائما متفقين وما حنختلف في شيء ابدا. سمير، مهمتك تصرف لي الاشياء دي. ابشر حبيبي. كده تعجبوني، ابغى في اي عمليه كل واحد ياخذ مهمته، واللي اقول عليه 100. يعني ايش تبغينا نسوي معاه؟ اي شيء، المهم نقنعه يروح المستشفى، حالته كل يوم تسوء. لا تقلقيني عليه. هذا اللي انا شايفته قدام عيوني. انا حاولت احلل حالته، حاولت اعرف ايش فيه، انا ماني قادره. طيب انت ما تقدري تعرفي ايش المرض اللي عنده ولا دكتوره على الفاضي يعني؟ دحين انا بسالك سؤال، انت لو عندك طلبه مره شاطره يوم الاختبار ما جد تقدري تنجحيها؟ لا طبعا. واحنا برضو عندنا بعض الحالات ما نقدر نشخصها الا بعد التحاليل والاشعه. طيب انت تقريبا يعني ما عرفتي ايش عنده؟ والله الاعراض اللي اشوفها انه يمسك جنبه، يشرب مويه كثير، يمكن عنده مشكله في الكلى او حصوه، بس ما اقدر ااكد هذا الشيء الا بعد الاشعه والفحوصات. طب ايش رايك لو نكلم عمي حسام؟ يمكن يقدر يقنعه. وعلى بالك فاتني هذا الشيء، كلمت عم حسام بدل المره مليون مره، وهو كلم وكان يزن على راسه، بس ابوكي راسه ناشف ما يقتنع. يعني نشيله بالقوه نسوي له تحاليل وفحوصات؟ يا ريت الشيء ينفع. اكيد ما ينفع، لازم يروح برضاه، عشان لا سمح الله في شيء مضطر يقعد في المستشفى يقعد وهو مقتنع. لا انا كده ما راح اسكت لين ابوي يروح مننا. انا ما اعرف ليه حاسه انه في شيء وهو مو راضي يقول، بس ما في الا سلطان يقدر يقنعه. سلطان ده ما منه فايده، اغسل يدك منه. سلطان يهمه مصلحته وبس. هذا الولد اللي ابويا فرحان فيه من جد احيانا اكره سلطان. ليه تكرهي؟ ترى سلطان اخوك الصغير ومهما كان ممكن يكبر ويتغير. اكرهه لانه هو السبب اللي خلى امي تموت، لو مو زين ستي ما كانت امي ماتت. ريماس حبيبتي، الاعمار بيد رب العالمين، وبعدين لو ما امي حملت ما كان جابت لي اخت زي القمر. انت القمر يا قمر، وترى يلا عشان اخذتيني. يلا.